السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صاحبة الجنة؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يلا يا أمورة انتي وهي، لو معاكي بتنجانتين وكم حبة بطاطس، تعالي النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا جدا. وزي ما متعودين في القناة مع هنا، وصفاتنا كلها سهلة وسريعة وفي نفس الوقت لذيذة. وأول حاجة بنعملها في الفيديو بتاعنا زي كل مرة زي ما احنا متعودين، بنزرع نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يلا هاتي بقى الكام بتنجانية بتوعك، قطعيهم كده، وأهم حاجة قطعيهم شرايح بالطول، ونرش عليهم رشة من الملح اللي هي هنا علشان تطلع كل المية اللي جواها. ولما نيجي نقليها ما تشربش زيت مننا أبدا أبدا. خليكي ست بيت شاطرة وست بيت قروبة ودبري البيت كده، علشان الزيت بقى غالي قوي الأيام دي، ربنا يرحمنا برحمته. يلا هنركنهم على جنب، وهنجيب كام حبة بطاطس كده ونقشرهم مع بعضينا كده. واحنا بنقشر البطاطس بنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. خليكي شاطره وخليكي قروبه ودبري البيت. كل يوم عايزين نعمل اكله جديده، وكل يوم عايزين وصفه جديده. الولاد بيزهقوا واحنا كمان بنزهق، فيلا ايه نمشي دنيتنا ونمشي يومنا. نعمل الوصفه بتاعتنا بس نجدد جنبها كام طبق جانبي كده، هيخلوا وصفتنا تروح في حته تانية خالص. ودايما دايما نكون مستشعرين بركه ربنا علينا. بركه ربنا بنجيبها منين يا هنا؟ بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ومن دعائنا التحصيني، والصلاه على وقتها يا بنات. اهم حاجه الصلاه على وقتها. وشوفوا اهم حاجه برضو كمان ان انت لازم يكون كيسك قدامك، كيس توضبي عليه كل خضارك، هتلاقي رخامتك نظيفه وزي الفل، وحياتك كمان نظيفه. وكمان بما ان احنا بننظف الرخامه، تعالوا ننظف قلبنا كمان. كل برانا على قلوبهم، يعني ننظف قلبنا من اي ذنب ومن اي حاجه ممكن تكون احنا اخطأنا فيها. يعني سبحان الله كلنا خطائين وخير الخطائين التوابون. فاهم حاجه ان احنا سبحان الله عز وجل نستغفر ربنا كتير كتير، علشان ربنا يغفر لنا كل ذنوبنا، اللهم امين. كمان نحمد ربنا كتير كتير ونحمده اكتر واكتر على كل النعم اللي ربنا رزقنا بيها. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما نقدر يا بنات، على قد ما نقدر نفضل نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين يا بنات. هنقطع البطاطس زي ما انتم شايفين، وانا زي ما انتم متعودين معايا انا بغسلها الاول وبعدين بقطعها. انا بحتفظ بالنشويات اللي جواها علشان خاطر الولاد الصغيرين، هم محتاجين النشويات دي ومحتاجين حاجات كتير جدا عشان جسمهم يتبني. ربنا يا رب يعيننا على تربيه اولادنا ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. بما ان احنا دعينا، يلا ندعي لينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه، ورضينا ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل. انا مش عارفه، يا بقى لها فتره مختفيه كده، يا رب يطمن قلبي عليك يا ام محمد، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يفك كرب كل مكروب ويسد دين كل مديون يا رب العباد. يلا يا امارات، خلاص هنقلي البطاطس بتاعتنا. اوعي تروحي، هو ده الاكله بتاعتنا؟ لا طبعا مش هي دي الاكله، دي الاكله الجانبيه اللي هنعمل معاها اكله رئيسيه بس برضو سريعه جدا جدا، والولاد اتجننوا عليها يا بنات. ما شاء الله تبارك الله، دي البركه اللي في الرزق، انك تجيبي حاجه وتعملي جنبها كم طبق جانبي وتستشعري بركه ربنا. طول ما اذكارك ملازماكي، طول ما بركه ربنا معاكي. اهم حاجه ان لسانك يكون ذاكر ذاكر ذاكر. انا خلاص بقت اساسيه معايا، حملت برنامج على التليفون في اذاعه القران الكريم، كل الاذاعات طبعا موجوده على حسب الاذاعه اللي انت عايزاها. فانا طبعا بجيب اذاعه القاهره علشان هي ديت الحاجه اللي احنا متعودين عليها، بس فيها كل الاذاعات موجوده. البرنامج جميل جدا جدا يا بنات، تحمليه من على النت عادي، بيفتح لك الراديو، لا الشبكه بقى مسقطه ولا حاجه، بيجي رايق كده وصوته حلو وقمر. تسمعي بقى وتتمتعي وكده، وشوفي تترنمي كده بالقرآن وتسمعي كده صوت القرآن، تسمعي فتوى، تسمعي حديث، يعني بصي إذاعة القرآن الكريم ده بتوديكي في حتة تانية خالص طول ما انت واقفة في المطبخ. بتخلي وقفة المطبخ ديت اللي انت بتكوني واقفة، لأن احنا أكتر وقت بنقضيه في المطبخ طبعا، فبتخلي وقفتك في المطبخ ليها أجر وليها ثواب وليها حسنات كتيرة جدا. يلا ندخل على الأكلة الرئيسية بتاعتنا. الأكلة الرئيسية، أنا جبت سجق شرقي أهو يا بنات هناك، بس أنا قطعته ما جبتوش معاكم، مش بعمله سليم، أنا بقطعه عشان الولاد يعني يبقى سهل عليهم في الأكل. هنعمل ايه؟ هنعمل بقى جنبه كمان حاجه قمر القمر. يلا انا جبت بصل اهوت، وبشرت جزره كمان زي ما انتم شايفين، عشان الجزر الايام دي مسكر وقمر القمر، ويبقى قيمه غذائيه عاليه. ما احنا لازم نخلي وصفتنا كلها ما شاء الله تبارك الله كلها قيمه غذائيه عاليه، فيها البروتين وفيها النشويات وفيها الفيتامينات، يعني ما شاء الله تبارك الله وصفتنا كامله ومتكامله علشان خاطر ولادنا. ربنا يا رب، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فربنا يا رب ان شاء الله يرزقنا اجر ان احنا بنراعي ربنا في اولادنا، اللهم امين. ويرزق كل من ربنا
ربنا يعني سبحان الله يرزق كل من مشتاق ذريه صالحه. عملنا ايه كمان؟ حته بنجر. شوفوا اللون الاحمر، البنجر ده ما شاء الله حلو جدا يا بنات. لو الولاد عندهم انيميا او انت عندك انيميا ما شاء الله، دخليه للولاد كده في السلطه عشان ما يحسوش بيه، مش هياخدوا بالهم منه لكن هياخدوا الفايده بتاعته. ويلا كمان قطعنا الخضره كمان، البقدونس وحبه من الشبت. ما شاء الله هنعمل احلى طبق سلطه كله فيتامينات وكله مواد غذائيه قمر القمر. يلا خلاص غسلنا بقى. اهم حاجه تغسلي البتنجان من الملح اللي كان موجود فيه عشان ما يبقاش طعمه حادق، وانزلي بقى في الزيت بقى كده واحده واحده كده، واقلي بتنجانك. وهنجهز الحاجه اللي موجوده عندنا اللي هي السحريه والسريه في القناه بتاعتنا، التتبيله المنقذه. هنطلعها من التلاجة على طول بسرعه، مش هتاخد مننا وقت، وهنحطها وهتشوفوا احنا هنعمل ايه. يلا كمان بقى نكمل السلطه بتاعتنا ونعلي القيمه الغذائيه، ونحط خيار بقى ونظبط ايه وصفتنا. والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا يا بنات. احمدي ربنا على كل حاجه ربنا اديها لك، احمد ربنا، غيرنا سبحان الله النعمه دي غيرنا مش لاقيها، فنقول الحمد لله على كل حال. وربنا يا رب يرزقنا البركه، اللهم امين. احنا نعبد الله كما امرنا وسيرزقنا كما وعدنا يا حبايب قلبي. وحشتوني جدا جدا جدا، اسفه جدا على التاخير. يعني الحمد لله على كل حال. اقول الحمد لله على كل حال. وانتوا قريب جدا هتعرفوا انا ليه بتاخر عن تنزيل الفيديوهات يا بنات، هتعرفوا لوحدكم انتوا شويه شويه كده، وهقول لكم ان شاء الله. ربنا يا رب يجمعني بيكم في اي مكان انا موجوده فيه، اللهم امين يا رب. اي مكان انا موجوده فيه انا مفتقداكم، عايزاكم تكونوا معايا. لاني فعلا انا يعني بكون مطمنه وانا في وسطيكم، بكون مبسوطه وانا في وسطيكم. انتوا اخواتي وحبايبي. وزي ما بقول كل مره، اي حد مفتقدني رقم الواتس بتاعي موجود على قسم لمحه، في حاجه اسمها لمحه كده تحت اسم القناه، هتدخلي تلاقي رقم الواتس بتاعي. اتواصلي معايا واسالي عليا وقولي لي انت فين يا هنا، وانا هقول لك على طول انا فين ورحت فين يا بنات. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين يا رب العالمين. لانكم فعلا بتوحشوني بتوحشوني بتوحشوني. ربنا يديمكم نعمه، اللهم امين. قالنا البتنجان، وهنحط بقى عليه من الدقه او التتبيله المنقذه اهي. يارا بتحط اهي التتبيله المنقذه دي يا بنات اللي احنا متعودين عليها. اللي مش عارف طريقتها يرجع في القناه، هيلاقي فيديو باسم التتبيله المنقذه. وان شاء الله باذن الله يعملها وتخليها عندك في الثلاجه لمده اسبوع او اكتر. ما شاء الله بتريحك جدا، بتطلعيها في اي وقت اللي محتاجه تعملي خلطه ولا اي حاجه، بتطلعيها وتحطيها على طول كده زي ما انتم شايفين. فضل ونعمه من عند ربنا يا بنات. البتنجان حطيه جنب اي اكله، ما شاء الله بيودي اكلتك في حته تانية. حديد حديد وقيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا، ما شاء الله تبارك الله. اهو البتنجان اتقلى، شوفوا قمر القمر ولونه ذهبي وعسل ازاي. بألف هنا وشفا عليه. يعمل الوصفه وان شاء الله تعجبكم وتكون وصفه مدبره كده باذن الله. يعني نعمل ايه؟ اهي دي التتبيله المنقذه اهي، قربت تخلص ان شاء الله. هعمل بقى واحده جديده للاسبوع الجاي ان شاء الله، فضل ونعمه من عند ربنا يا رب العباد. ندخل بقى على الوصفه الايه اللي موجوده معانا الاساسيه، عباره عن سجق، وهنقطع جنبه بصل وفلفل وخضره وطماطم وشويه بهارات بقى، فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، عندك توم باودر، بصل باودر. يعني بصي اللي عندك كده بهاري بيه وظبطي نفسك كده والدنيا هتبقى قمر القمر. السجق ده جميل جدا يا بنات، حلو قوي. زوجي كان جايبه، هو المفروض ان هو مجمد بس فك كده وقطعته وظبطته، والحمد لله قيمه غذائيه وحاجه كده بروتين كده. وهنحط معاه الخضار ده هيخلي اكلتنا ووصفتنا قمر القمر. خلي عندك رضا، خلي عندك عودي ولادك ان اي اكل موجود فضل ونعمه من عند ربنا. يوم فيه فراخ الحمد لله، يوم فيه لحمه الحمد لله، يوم بطاطس وبتنجان وفلفل وجنبه بيض مقلي او مسلوق، نعمه وفضل من عند ربنا. عودي ولادك ان يوم كده ويوم كده، لان احنا مش عارفين الايام الجايه شايله لنا ايه يا بنات. الايام يعني الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. الاسعار بتزيد بطريقه جنونيه وبطريقه صعبه جدا، ربنا يرحمنا برحمته. احنا بننام ونصحى نلاقي الاسعار بتزيد، الحمد لله الحمد لله. فلازم نعود ولادنا ان هم يكيفوا على اي حاجه. لو قادرين نجيب الحاجه دي كل يوم فممكن بعد شويه نجيبها يوم بعد يوم، ممكن بعد شويه نجيبها كل يومين كل اسبوع. احنا مش عارفين الظروف موديانا لفين ورايحه بينا لفين، لكن اللي نعرفه حاجه واحده بس، ان عندنا رب ضمن لنا الرزق سبحانه وتعالى. ربنا قال طول ما الانسان عايش يا بنات هو ليه رزق، بمجرد ما سبحان الله يتوقف الرزق يبقى انتهى عمره. لان ربنا عز وجل من صفاته الرزاق، وصفات الله عز وجل لا تتوقف. يعني ربنا لما يكون اسمه الرزاق يبقى صفاته لا تتوقف، يبقى الرزق لما يقف اعرف ان خلاص العمر انتهى. لكن طول ما الانسان ربنا مكتوب له عمر في الدنيا يبقى رزقه موجود ومكتوب، وربنا ضمن لنا الرزق. ايه ده يا هنا؟ معلقه من الصويا صوص بتودي وصفتك في حته تانية خالص. اساليني انا وانا اقول لك على ضمانتي. حطي بس معلقه من الصويا صوص تخلي وصفتك قمر القمر، وطعمها يجنن ما شاء الله تبارك الله. الولاد اكل اللهم بارك في الاكله دي قمر القمر، فضل ونعمه من عند ربنا عز وجل.
يلا نقول بقى الأدعية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها والأذكار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازرعوا النخل كتير يا بنات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي يا أرحم الراحمين. اللهم إني كنت غير أهلا برحمتك فرحمتك أهلا بأن تصل إلى عاصية مثلي. ترى يعني بصوا يا بنات، ترجوا ربنا عز وجل، تذللوا لله عز وجل. سبحان الله، ما عندناش غير ربنا عز وجل. لما تضيق بيك الدنيا حطي سجادتك كده وانزلي واسجدي واتكلمي مع ربنا بكل اللي نفسك فيه. صدقيني صدقيني هو اللي هيحل لك مشاكلك، هو اللي هيبرد قلبك، هو اللي هيطبطب على قلبك. هو ربنا عز وجل ملناش غيره. هو ملجأنا وهو ملاذنا وهو كل حاجة. هو أحلى حاجة. ربنا يا رب ارزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. وارزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. كده هننزل بقى بالبصل. خلاص شوحنا السجق كده مرتين ثلاثة كده مع البهارات والصويا صوص وكده وظبطناه. ننزل بقى بالبصل كده هيديله طعم مسكر وقمر القمر. ربنا يديمكم نعم على قلبي. اللهم امين. انا عارفه ان انتوا وحشتوني قوي قوي، واكيد برضو واثقه كمان ان انا وحشتكم كتير كتير. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه تقولوا لي انتي فين يا هنا، لان انا بقالي فتره طويله جدا ما نزلتش فيديوهات. الحمد لله. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعم على قلبي يا رب. هننزل بالخضار بقى بالتبعيه حبه بحبه كده زي ما انتوا شايفين. والحمد لله هننزل بالفلفل كده. ووصفتنا قمر القمر، منه بنديها طعم يعني غني وحلو، ومنه بنزودها حبتين ثلاثه. ما انا بقول لك خليكي قروبه اكتر من هنا وشطوره اكتر من هنا. يبقى كده باقي ايه؟ خلاص باقي الطماطم يا بنات هننزلها، لان انا عايزه الطماطم ما اخليهاش تتهري فيه. يعني عايزه احط الطماطم تاخد تقلبتين اتنين تلاته بس، وتفضل زي ما هي قطع كده بسيطه، علشان ما يبقى الصلصه بقى كده ويبقى عايم في الصلصه. لا انا مش عايزاه كده. انا عايزه يطلع الوصفه بتاعتي زي الكبده كده الاسكندراني، زي الحاجات دي بتكون طعمها احلى واجمل بكتير ان شاء الله. فيعني عايزين نظبط دنيتنا كده كده، ونخلي اهم حاجه زي ما متعودين برضو، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. ربنا يا رب يكرمكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويرزقكم البركه في الارزاق يا رب العالمين. ومن اراد ان يبسط الله في رزقه فليصل رحمه. عايزين نركز على صله الرحم، عن بر والدين، عن اماطه الاذى من الطريق، عن تبسمك في وجه اخيك صدقه، عن ادخال السرور على المسلم، عن المشي في قضاء حوائج المسلم. يعني بصي نوعي 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 كده الحسنات بتاعتك، ونوعي الاجر بتاعك، واثقلي في ميزان حسناتك باشكال مختلفه. انت مش عارفه هتدخلي من اي باب، من باب الصدقات ولا من باب ولا من باب جبر الخواطر ولا من باب الريان ولا من باب ايه. الابواب بتاعت الجنه كتير يا بنات. عايزين نعدد الحسنات وننوع فيها علشان ربنا يكرمنا وندخل من اي باب منهم ومنه على الفردوس الاعلى ان شاء الله يا رب العالمين. وده كله بحسن الظن في الله واليقين في الله يا بنات. ربنا يا رب يدومكم نعم على قلبي. ودي اخر حاجه يا بنات، هدي رشه كده فوق الصينيه تديها شكل جمالي، وفي نفس الوقت هتديها طعم، بس انا بحطها في الاخر عشان تحتفظ باللون الاخضر بتاعها. وبكده وصفتنا زي ما انتم شايفين خلصت اهيت. يا رب ان شاء الله تكون وصفتي عجبتكم. اهو ما شاء الله تبارك الله الصينيه زي الفل زي ما انتم شايفين، شكلها يفتح النفس. البتنجان بالدقه قمر القمر، البطاطس جميله، والسلطه قدامنا فضل ونعمه من عند رب العباد. اللهم امين. فضل ونعمه يا بنات. احمدوا ربنا على كل حاجه واي حاجه، وكله خير ونعمه من رب العباد. ربنا يديمكم نعمه على قلبي. استودعكم الله.